السلام عليكم. معكم دكتور الجرمومي أحمد، طبيب مقيم بالمستشفى الجامعي الدار البيضاء مصلحة جراحة الأطفال. باسم كلمة الحق وباسم جميع من تعرض للظلم من طرف رئيسة المصلحة جراحة الأطفال، أنا من خلال هذا الفيديو أطالب صاحب الجلالة نصره الله بتوفير لي الحماية والتحقيق في الفساد المتغاضى عنه في المصلحة لأسباب مجهولة. صراحة يحق لي أن أطعن في وطنيتها قبل كفاءتها. مؤخرا وضعت تقرير حول الفساد المعلن في المصلحة، والذي يعتبر مقتطف صغير من ملفها الفسادي. صراحة كان تجاوب من طرف الجهات المسؤولة، لهم الشكر، لكن الشيء الذي دفعني أن أطالب بتدخل سريع لصاحب الجلالة هو أني أصبحت أتعرض للتهديدات ذكية جدا غايتها تصنيفها هلوسة في حالة ما إذا قمت بالشكوى. فأنا أؤكد طلب من صاحب الجلالة والجهات المسؤولة في التدخل السريع. نرجو نشر الفيديو وشكرا.